اليوم غنتكلموا على السارعه اللي خرجت كتبكي وكتشكي وكتنوح. لا بعدي منينا خلينا ياك نتيا، وراه هذيك حتى هي راه راجلها، واخا يكونوا المشاكل واخا يكونوا كل شيء، راه حتى هي خصها تمشي تشوفوا زياره ودي وليداتها باقي عندها صغيورين خصو يشوفوا باباهم. كيما انت كدي زنوبه حتى هي باغا دي امين وباغا دي الوليد الاخر ادم، باغا دي فاطمه الزهر دابا اللي معاها في الدار. السلام الله عليكم، اهلا وسهلا بكم متابعين ديالنا الكرام الاوفياء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ فيديو جديد ونهار جديد وموضوع جديد، وغيبت عليكم اللي ظروفا ما سمحوا ليا. كي دايرين؟ لاباس عليكم المهمات والخوت والخواتات؟ لاول مره غير التحق بالقناه ديالي فاتي فلوق لايف، ما تنساونيش من لي لايك والبارطاج مع الحباب والاصدقاء. بالفضل ديالكم نتوما ان شاء الله قريبا نكمل السوايع، ما بقى ليا والو. شكرا لكم بزاف بزاف، كنحبكم ليا على التفاعل ديالكم معايا. لا يخطيكم، شكرا لكم بزاف. ونبداو في الموضوع ديالنا اللي كاين بزاف المواضيع اللي غنتكلموا فيها، اللي كاين بزاف الحويجات اللي غنطرقوا ليهم هنايا في هذا الموضوع اليوم ديال اليوم ان شاء الله باذن الله احد. بالنسبه انا بغيت نجاوب السريعه، فخرجت كتبكي وكتنوح وكتقول لها ما تبعدي منها، نتيا دجاجك حلا في حياتنا، نتيا يعني شوفوا يا اخوان، ما نبقاوش ندرقوا الشمس بالغربال. هذيك كتبقى مراته وباقا مراته، ولو كون بغى يطلقها كره طلقها داخل الحبس. هو ما غيتفرقش مع سعاد باش تكونوا عارفين، ما غيتفرقش لان مازال عندهم المحكمه ومازال داكشي عندهم مطول. وبكريته راه ما دخلش المحكمه، دخل السجن على سعاد، دخل على يعني ضرب في القضاء المغربي ديالنا النازي اللي هو ضرب فيه، اللي كان هو قال بان خويا نعطي عليه حتى 40 مليون ويعيش معزز ومكرم. وكما كتعرفوا دعاوه الجمعيات ودعاوه القنوات اللي كانوا متبعين، فهو بحال اللي ضرب في القضاء. فهمتوا اخوتي؟ راه زينا المحارم خرج منها براءه، يعني كما كتشوفوا. بالنسبه للسريعه كتخرج لنا شي حوايج زعما بحال اللي كتستحمر المتتبع، ولا ما نعرف شنو، ما عرفتش انا شنو باغا توصل، ما عرفتش. كل نهار كتخرج لنا موضوع جديد. يعني انت اللي عندك غبن تقدري انت اللي تغادري، تقدري انت اللي تمشي في حالك، تبعدي من هاد العائلات، تقدري تخليهم يعيشوا حياتهم. يعني اي واحد كيوقعوا له المشاكل، اي واحد كيوقعوا له بزاف الحوايج في هذه الحياه، ولكن الله سبحانه وتعالى كيسامح. فالعبد علاش ما كيسامحش؟ ربما راجلها يكون يدخل بكريشه الحبس وكيراجع بزاف الاغلاط اللي دار، تيراجع بان الغلط الوحيد اللي دار هي انك جابك دخلتي لحياتهم. ومنين دخلتي وهي المشاكل كاينه، يعني بزاف الحويجات. يعني منين جيتي انت بزاف الحوايج، يعني انت اللي دخلتي اليوم دجاجه كحله، يعني الاب مات الله يرحمه ويستر عليه، ما حضروش عليه ولادهم. خو بكريشه دخل للسجن، بكريشه دخل للسجن. انت منين دخلتي لهاد العائله والمشاكل كاينه؟ يعني نتوما اللي خرجتوا مشاكلكم اليوتيوب، وانت اللي بغيتي تجي لهاد العائله، بغيتي انك باش تشهري بالمشاكل. ايوا هانتي تشهرتي بصحتك وراحتك، كي جاتك الشهره المشاكل. يعني نتوما اللي كتاجروا راسكم براسكم، نتوما اللي خرجتوا مشاكلكم التواصل الاجتماعي. بطبيعه الحال الناس غيخرجوا ينتقدوكم، طبعا الناس غيخرجوا يدويو عليكم، لان عطيتوا واحد الصوره المجتمع المغربي ديالنا خايبه. لان اي واحد عنده مشاكل كثار من هذه المشاكل والله عليه العظيم، وتمشيو للمحكمه وتحضروا في الجلسات، كاينه شي حوايج ديال يا ربي السلامه. ومع العلم الناس مكمشين وساكتين وضرب الطم ومخلينها بينها وبينهم وبين القضاء المغربي ديالنا النزيه، الله يعطيه الصحه. بعدا اي واحد ولا كيدير شي غلط يعني كياخذ العقوبه ديالو، ما كاينش باك صاحبي. يعني فهادي ولات الحمد لله ولله الحمد. الحمد لله القضاء المغربي ديالنا النزيه ديالنا كل واحد كيعطيه الحق ديالو، سواء غني سواء فقير. يعني الحمد لله ولا القانون ديالنا المغربي اللي كان الحمد لله كنعتزوا به وكنفرحوا، لان علاش القانون يعني كيعطي كل واحد الحق ديالو، ما كيظلم حتى شي واحد. يعني نتوما اللي ظلمتوا راسكم براسكم، نتوما اللي درتوا المشاكل، نتوما اللي درتوا بزاف الحويجات درتوهم نتوما.
يعني نتوما اللي خرجتوا زبلكم المشاكل، نتوما اللي خرجتوا شهوتكم للسوشيال ميديا. صافي الانسان غادي ينتقدكم، طبعا غادي ينتقدكم. نتوما ما كديروش شي محتوى زوين باش الناس يتبعوكم. نقولوا دابا يسرى راه ولات كدير محتوى زوين صراحه، عجبني المحتوى ديالها، واخا بعض الناس كينتقدوها. يعني مازال نحط لكم فيديو اللي كانت قالت لي ضربني راجلي وزرق لي عيني في العنوان. يعني ولات كدير واحد العنوان اللي هو مثير المتابع باش يتبعوها. وانتم راكم عارفين الانسان ملي كيكون مشهور تشهر وداك الشيء، الانسان كيبقى متبعوه، كيبغيو يعرفوا الحقائق ديالو، شنو كاين شنو ما كاينش. المهم خوتي وحبابي في الله، كنشكركم كاملين جزيل الشكر. هنايا مشيت تقديت اليوم صراحه، ما بقى عندي حتى شي حاجه، ما بقى عندي والو، تسالى لي الخضره، تسالات لي كلشي، ومشيت تقديت خضره. المهم خضره فمتناول الجميع، زعما شي حاجه زوينه ومزيانه وواحد الثمن ماشي غالي بزاف، واحد الاثمنه اللي هي مزيانه. ايوا الحمد لله ولله الحمد. المهم شهيت الحريره وغادي ندير ان شاء الله حريره، وغادي المهم كما كنت توجد الشباكيه البيض، قديت الخضيره ديال الدار اللي خاصنا، الفلفله الحمراء كنحتاجها بزاف لانني كنعمر بها خبيزات، تنديرها في بيتزا. لقيتها رخيصه، لقيتها يعني خلاها لي ب5 دراهم، يعني ثمن، يعني هي بقات عنده غير شويه، قال لي صافي يعطيني 5 دراهم والزيت تقريبا راه شي كيلو تما. لاريكو دايره 240، الخيار داير 4 دراهم، بطاطا دايره 5 دراهم، مطيشه كاين 160 كاين 5 دراهم، كاين ديال الكروم جبتو 160 الكيلو، قزبر ومعدنوس 10 دريار كما كتعرفوا. هاد القرعه زوينه دايره 120 ديال الكسكسو، جبت نص كيلو. هاد الكورجيت دايره صراحه 300 كانت، المهم حيت مشيت شويه مع الطلاق خلاه ليا ب10 دراهم. خيزو ب3 دراهم. المهم كاين ثمن زوين، كاين ثمن زعما الحمد لله ولله الحمد. ولات اثمنه زوينه، ولا حتى المسكين ياكل، ولا حتى اللي ما عندوش حتى هو زعما راه الحمد لله كلشي كياكل، سواء عنده سواء ما عندوش، كلشي الحمد لله. ولا كي المغرب ديالنا كلشي كياكل. صافي وجدت سميتو المنظمات ديال المنزل كما كتعرفوا، جافيل، وجدت داك الو ديال البوطه، صاني كروه، داك اجاكس ديال الزاج، الجبن. المهم تقديت التقديه اللي خاصني اللي مشيت عليها. ايوا هذا ما كان الغزالات ديالي. شكرا لكم بزاف، شكرا على التتبع ديالكم، شكرا لكم جزيل الشكر، الناس القدام والناس الجداد، وما نساوش حتى الناس الجداد اللي تحقوا بيا، الله يخطيكم. والله الا الله يخطيكم. كنفرح انني فاش تنشوف الفيديو طلع شويه في المشاهده، كيعجبني الحال بزاف. المهم هنا جبت نص كيلو الشباكيه صراحه زوينه وعجباتني، غادي نحطها مع الحريره. تشهيت الشباكيه، والله الا تشهيت الشباكيه البنات. ايوا صافي غادي ندير عليها شويه ديال اللوز ايفيلي كان عندي. صافي ولادي غادي ندير ليهم المكرونه بالخضر، كتجي زوينه، اللي كنديرها بخيزو والقرعه كورجيت وشويه الفلفله وشويه ديال البصيله، ديك الخضاريه كناخذ ديك الخضوره ديالها، قزبره معدنوس، شويه ديال البزار، الملحه، الزيت العاديه، وطبعا كندير فيها شويه ديال الزعتره، كتعطي واحد النسمه ليا زوينه بزاف. وكان هذا هو فيديو ديال اليوم، يعني فيه موضوع، فيه روتين ديال الدار. وشريت هذيك الكروسه البنات زوينه، عجباتني، كبيره 3600، لحقاش تقدر تحتاجيها في الحمام، تقدر تحتاجيها بزاف الاستعمالات، تحتاجيها يعني زوينه وعجبتني بزاف، وعجبني حتى الديكور ديالها زويون. ايوا هذا مكان. او درت قهيوه ديالي اللي ضروري القهيوه، من ما كاينش اللي ما يعرفنيش انني خصني القهوه، عاد نتحرك بحال شي طوموبيل وخصها ليسونس، عاد نتحرك انا. المهم درت قهيوتي وعاد جلست انني نهضر في الفيديو ديالي ونمونطي معكم هاد قادت فيديو. وهذا ما كان غزالت. المهم هنايا غسلت الحوت، جبت كيلو الحوت لقيته ب15 درهم، جبت هنايا 1 كيلو. صافي غادي نخليه حتى الغدا، وعاد غادي ندير به الغدا لانني ما غاديش ندير به الغدا. وهذا ما كان الغزالات. المهم خليكم مع الفيديو ما تزابيوش، وكنتمنى يا ربي يكون يعجبكم هذا الفيديو. وهذا ما كان، وبسلام عليكم، وانتظروا الفيديو الجاي اللي غادي يكون ان شاء الله باذن الله احد.
باي باي عليكم، وشكرا لكم خوتي وحبابي والمتتابعين ديالي الزوينين. كنموت عليكم، كنحماق عليكم، لهنا يخطيكم. باي باي. دابا رجعوا عندي الضياف. السلام عليكم، شكرا لكم جزيل الشكر حبابي والمتتابعين ديالي الزوينين. كنشكركم، لهنا يخطيكم. وان شاء الله يا ربي انتظروا الفيديو الجاي اللي غنحط لكم، غادي يكون زوين وغادي يكون فيديو مميز وغيعجبكم بزاف، لانني بغيت نشارك معكم هكايا فيديوهات، وفي نفس الوقت نحط لكم فيديوهات هكا باش تستافدوا. ايوا صافي الغزالات ديالي ما سخيتش بكم، غادي نقول لكم باي باي عليكم، الى فيديو جاي ان شاء الله. الغزالات يلا السلام عليكم، شكرا لكم. المهم صراحه ما كنسخاش بكم، ولكن حان الوقت لان دابا صافي مشغوله شويه، وهذا ما كان. ايوا يا الغزالات ديالي، ايوا كنتمنىكم يعجبكم لا فيديو، يكون زوين وتشجعوني فيه وتكثروا اللايكات والبارطاج مع الحباب والاصدقاء المهمات والخوت والحبابات. ايوا لهنا يخطيكم عليا. المهم جات عندي واحد المشاغبه. شنو المشاغبه؟ قولي سلام. سلام. قولي لاباس عليكم؟ الحمد لله. ايوا الزين. انا صافا. يا اختي غزاله يا اختي. ايوا لا يخطيك الكبيده ياكي واحد الحريره ما شهيتكم هي الكبيدات، ولكن غدا نحط لكم فيديو ديال الحريره. دابا ماشي الحريره. يلا باي باي عليكم، صبحوا على